الرحمن الرحيم. معانا ومعاكم برنامج فلاحين في الكورة، ودلوقتي معانا فلاح اهلاوي وفلاح زملكاوي. والنهارده طبعا عارفين ان الماتش بتاع الزمالك، فنسال الاستاذ الزملكاوي توقعاتك ايه للماتش يا استاذ؟ ان شاء الله الاهلي هيكسب، الزمالك هيكسب 2-0. وزي ما حضراتكم شفتوا كلمة الحق بتطلع في الاول، قال الاهلي اللي هيكسب. ونروح للاستاذ الاهلاوي ونقول له تتوقع فوز مين النهارده؟ والله يا ماتشات القمه بصراحه ما بتتوقعش النتيجه بتاعتها. هو دايما كده كده الاهلي كعبه على الزمالك، بس لو رجعنا لاخر 3 ماتشات الاهلي مغلوب من البنك الاهلي 4-3، متعادل مع انبي، كسبان زد في اخر 5 دقايق، فاداؤه نازل اليومين دول. انا معاك في الكلام. نتكلم في اخر ماتش للزمالك كسبان الاتحاد 3-0، لا فالزمالك جاي. وزي ما حضراتكم شفتوا التوقعات، نسال الاستاذ الاهلاوي دلوقتي. يعني بمناسبه كلامك، ماتشات كولر كلها الاهلي لعب 4 مطوشه قدام الزمالك ومع كولر، والاربع مطوشه فازهم الاهلي. الاهلي دخل فيه هدف. عدم توفيق. حضرتك لما السؤال يتوجه لك تتكلم ازاي؟ انت محلل باين عليك اهلاوي. لا انا مش اهلاوي. امال ايه؟ دايما المحللين لازم يبقوا محايدين. انا حضرتك بسالك سؤال وبسال حضرتك بس سؤال. انت بتوجه، انا قاعد اكبر منه سنا وافهم عنه في الكوره، انت قاعد بتوجه له الكلام. ازاي السؤال رايح انت لحضرتك. شكلك كده باين عليك اهلاوي منضم ليه. ما كناش جبنا حضرتك، وكنا جبنا واحد اهلاوي تاني وقعد معانا يا جدعان وقعدنا نتكلم عن الاهلي. يا جدعان اسالهم التاريخ. الزمالك فن لعبه هندسه. بلاش شغل كابتن رضا عبعال ده. ايه ده؟ كمل يا استاذ، كمل يا استاذ. سيبك من واخدين على عينهم على طول. الزمالك جاب هدف واحد في اخر 4 مطوشه، والاهلي احرز 11 هدف. انت بمناسبه كلامك بقى ان انت الزمالك لسه غالب الاتحاد والاهلي غالب زد في اخر 5 دقايق، فالمواجهات المباشره بين الفريقين لصالح الاهلي. بس دايما ماتشات القمه ما حدش بيتوقع لها نتيجه، ايا كان مين اللي اداؤه احسن، دايما الماتشات دي ما حدش بيتوقع لها نتيجه. بس احنا انت بتبص بالارقام، اخر 3 ماتشات الاهلي بيعمل ايه والزمالك بيعمل ايه. ففنيا الزمالك احسن من الاهلي حاليا. ادي اهو قال اللي عنده. وانا كراجل اهلاوي ولا توقعات اللي الزمالك هتكسب النهارده، انا شايف كده من وجهه نظري. زي ما حضراتكم شايفين ان جمهور الاهلي دايما متربى على المبادئ والاخلاق، والراجل كان رده محايد ومفيش اي حاجه يعني. نسال الاستاذ الزملكاوي بقى. اتفضل. بعد توقعك للماتش ان الزمالك هيفوز ان شاء الله، يعني لو حضرتك عارف التشكيله، اي حاجه من مستر جوميز كده ممكن تقولها لنا؟ التشكيله اقولها لك ليه؟ تقولها لي ليه؟ هنسرب التشكيله عشان تغلبونا؟ سرب، مش لازم التشكيله، سرب لي القايمه. لا ما سربش القايمه. ما هو انتوا بتكسبوا ازاي؟ بنكسب ازاي؟ ان واحد يقول لك التشكيله قبل الماتش ما بتبدا، ما بتاخدوا الماتش على كده، او اما الحكم يكون اهلاوي زي حضرتك كده ما توجه له السؤال. يا جدعان افهموا كوره، افهموا كوره بقى، حرام عليكم جننتونا. افهموا كوره. وستوب بقى عشان هنطلع لفاصل.